السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي. لسه مكملين مع التقييم ال 12. لو أنت لسه ما شفتش التقييم ال 11 هتلاقيه موجود عندك في القناة. لو لسه ما راجعتش الفلسفة مراجعة إبريل، عندك امتحان إن شاء الله بإذن الله في خلال الأسبوع ده. القاهرة هتبدأ يوم الأربعاء وباقي المحافظات ممكن تكون بدأت كمان. لسه موجودة عندك المراجعة بتاعت شهر إبريل، انزل شوفها مراجعة تلاقيها قوية قوي. ولو انت لسه ما ذاكرتش الفلسفه من اول السنه فانت الحقيقه في مشكله. هتلاقي مش من اول السنه، يعني من اول الترم هتلاقي عندك افلاطون 200 مراجعه قويه جدا على منصه مناهج، مشكورين بيبذلوا مجهود معانا رائع قوي سواء في التقييمات او سواء في المراجعات، وعاملين لك مراجعه فيها شرح فيها مراجعه وفيها نواتج تعلم وفيها التقييمات وفيها حل اسئله، وكل دوت مقابل 200 جنيه كعرض عاملاه منصه مناهج مشكوره لكل طلاب مصر. تعالى كده ما نشوف مع بعض الاسبوع ال 12 جاي لنا بيقول لنا ايه هنا. طيب بيقول لحضرتك صمم رسم تخطيطي توضح من خلاله معوقات التفلسف. معوقات التفلسف عندنا 3 معوقات للتفلسف. ايه هما؟ اول معوق للتفلسف الاسره والمدرسه والاعلام. اهو كده، مش عايزه تشتغلي ليه؟ اهو معوقات التفلسف: البيئة الأسرية التي لا تسمح بالحوار. تيجي تتكلم يقولك اسكت، هو انت بتفهم حاجة؟ اسكت يا عم وتلهي. البيئة التعليمية قايمة على الحفظ والتلقين والاستظهار، تحفظ وتسمع، فما فيش تفلسف في الموضوع خالص. واجهزه اعلام لا تؤمن بتنوع الاراء. انا هبعد عن الشاشه عشان الناس اللي بتاخد سكرين شوت. لا تؤمن بتنوع الافكار والاراء، هي ماشيه وان واي، كل الناس بتقول نفس الكلام في الاعلام، ما فيش اي تنوع في الافكار ولا في الاراء ولا في اي رغبه في الوصول للحقيقه. فدول 3 معوقات، يعني 3 تحديات بتعوق التفلسف. تعالى لما نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لحضرتك صمم رسم تخطيطي يظهر أهمية التفلسف على المستوى الفردي والمجتمعي. كلام حلو قوي، وتعالى نشرح من خلال التقييمات، لأن أنا مش بغششك الحل، أنا بفهمك من خلال الحل. تعالى كده ما نشوف. 1. ينتج عقول ناضجة تتسم بالسماحه وسعه الافق. يعني ايه كلمه تفلسف؟ كلمه تفلسف بمنتهى البساطه ان انت تشغل عقلك، تشغل دماغك، الطاسه اللي موجوده هنا دي تستخدمها بدل ما هي مقفول عليها، تفكر، تعمل تفكير نقدي، تبحث عن الحقيقه، تبحث عن المعارف الاولى، توصل للمبادئ الاولى. ده معنى كلمه التفلسف بمنتهى البساطه من غير تعقيد. طيب هو بيقول لحضرتك وشخصيات مستقله، يعني مش تابع لحد، تتسم بالشجاعة، بالصراحة، بالثقة بالنفس، بالشعور بالمسؤولية. دوت أهمية التفلسف. طيب ايه كمان؟ قالك بيقصب الفرد المرونة الفكرية، ما يبقاش جامد، ما يبقاش متعصب، يحرره من التعصب، من العنف، بالسلبية، من لا مبالاة. مفيش فيلسوف او مفيش واحد بيستخدم عقله متعصب، مش متعصب لا الكورة ولا الدين ولا السياسة ولا مفيش حد بيستخدم عقله هتلاقيه متعصب. طب ايه كمان؟ قالك هو السبيل السريع الحقيقي لتقدم الامم. كان ارسطو بيقول لحضرتك ان اللي بيميز الاقوام المتوحشين عن الامم المتحضره هو التفلسف. فالتفلسف هو الطريق الاساسي والحقيقي لتقدم الامم. تعالى ما نشوف المنطق الاداءات الصفيه. صمم رسم تخطيطي توضح من خلاله الاساس المنطقي للحاسوب. الفصل بتاع الذكاء المنطقي الذكاء الاصطناعي والمنطق فصل مهم جدا، فصل حلو قوي. لو انت عايزه هتلاقيه على مراجعات مناهج زي ما احنا قلنا. افلاطون 200 منزل لك مراجعه قويه قوي، وده كود الخصم اللي عاملاه مناهج. الاساس المنطقي للحاسوب عندنا نظامين. عندنا نظام اسمه نظام العد الثنائي اللي هو ال1 وال0، وعندنا البوابات المنطقيه والمدخلات والمخرجات. بعد كده اعطي مثال من عندك لكيفيه ترجمه القضايا المنطقيه للغه الرمزيه. عايز اشرح الحته دي مهمه قوي، عشان لو انا قلت لك كده انت مش هتفهمها اصلا. احنا عندنا لغه الحاسوب، لغه الذكاء الاصطناعي. انهي لغه؟ سالت السؤال ده في السنتر الحقيقه، قعدوا يقولوا لي يا ميس لغه العربي، وحد يقول لي لغه الانجليزي. لا، الحقيقه ان هي لغه المنطق، هي لغه الرموز. لغه المنطق هي لغه الذكاء الاصطناعي، او لغه الموبايل، او لغه اي حاجه شغاله بالتكنولوجيا، هي لغه المنطق الرمزي، لغه الرموز. بدليل ان حضرتك لما بيجيب الموبايل من جنوب افريقيا بيشتغل في مصر عادي. ليه؟ لان هو مش مستسلم
على لغة معينة. لغة الذكاء الاصطناعي هي لغة المنطق، لغة المنطق الرمزي ولغة الرموز. عشان كده احنا قلنا ان اللغة الطبيعية اللي احنا بنتكلمها احنا هنحولها لرمز. طيب ايه هي بقى؟ عندنا 6 قضايا. يعني ايه 6 قضايا؟ يعني 6 جمل احنا هنحولهم لرموز. تعال احفظهم معايا وافهمهم معايا. قال لي اول قضيه اسمها قضيه موجبه. قضيه موجبه يعني قضيه بسيطه، قضيه ما فيهاش اي ادوات خالص. زي ايه؟ اقول لك نجح سعد في الامتحان، ما فيهاش اي حاجه، قضيه بسيطه موجبه. الرصاص اثقل من الذهب. طب القضيه الموجبه دي الرمز بتاعها ايه؟ الرمز بتاعها قاف. يبقى القضيه الموجبه الرمز بتاعها قاف. طيب القضية السالبة، القضية السالبة فيها رموز للسلب أو فيها أدوات للسلب. إيه أدوات للسلب؟ لا ولن ولم وليس، اللي هي أدوات السلب اللي هي معروفة اللي حضرتك عارفها. طيب أقول الشمس ليست ساطعة، الحجرة ليست معتمة، يبقى أنا بسلب بنفي. طب إيه هي رمز السلب أو رمز القضية السالبة؟ قال لي نون قاف. يبقى القضية الموجبة قاف، القضية السالبة نون قاف. القضية السالبة والموجبة الاتنين دول بنسميهم قضايا بسيطة. تمام كده؟ افهمها معايا. طب بعد كده قال لي قضية عطفية. يعني ايه قضية عطفية؟ قال لي القضية العطفية اللي هي العطف، اللي هي الوصل. اكتب عندك الكلام ده، الكلام ده مهم. سيبك دلوقتي من موضوع التقييمات دي، انا عايزة افهمك. طب القضية العطفية اللي هي الوصل ايه هي؟ قال لي حرف الواو ولكن وبل، اللي هي حروف العطف اللي حضرتك بتاخدها في العربي. اجي اقول ايه؟ احمد طالب بكلية العلوم اهي، وسحر طالبة بالهندسة. يبقى انا وصلت قضيتين بأداة من الادوات اللي انا قلتها، الواو ولكن وبل. طب ايه هو الرمز بتاعها؟ قال لي الرمز بتاعها قاف شرطة لام او قاف نقطة لام. تاني اهي. يبقى انا عندي احفظ. طب هيجيلك في الامتحان ازاي الكلام دوت؟ يجيلك يقولك مثلا القضيه السالبه الرمز بتاعها قاف ولا نون قاف ولا قاف شرطه لام ولا قاف نقطه لام، فانت لازم تبقى حافظهم زي اسمك. يبقى القضيه الموجبه قاف، القضيه السالبه نون قاف، قضيه الوصل او قضيه العطف قاف شرطه لام قاف نقطه لام. احفظ معايا. طب القضيه الانفصاليه ساعات بنحب ندلعها ونقول عليها قضيه الفصل. طب قضيه الفصل ايه الادوات بتاعتها؟ الكلام اللي انا بقوله لك ده مش موجود عندك في كتاب. طب القضيه الانفصاليه ده اما او، بس انت ملزم بيه طبعا في الامتحان. اما او كلمه او لوحديها. اما ان اذهب للنادي او للبنان او باريس، يبقى اما او. يبقى لما يجي لك في الامتحان قضيه زي دي اما ان اذهب للبنان او باريس ويقول لك نوعها، يبقى انت هتقول له قضيه انفصاليه او قضيه الفصل. طب ايه الرمز بتاعها؟ قال لي قاف في لام. قاف في لام، سيبك من اللي فوق دي. قاف في لام، قاف في لام. يبقى الفصل قاف في لام. يبقى موجبه، احفظ معايا انا بحفظ معاك اهو. القضيه الموجبه قاف، القضيه السالبه نون قاف، القضيه العطفيه او الوصل قاف شرطه لام قاف نقطه لام، القضيه الانفصاليه قاف في لام. طيب القضيه الشرطيه ايه الادوات بتاعتها؟ اكتب القضيه الشرطيه او اللزوميه اذا. بحط شرط. اذا ذاكر الطالب اهي نجح في الامتحان، هو عمره ما هينجح في الامتحان الا لما يذاكر. عشان كده بنسميها قضيه شرطيه او قضيه لزوميه. اقول ايه؟ اذا كان شريف مصري فان شريف عربي، يبقى دي قضيه شرطيه. اجي اقول اذا امطرت السماء ابتلت الارض، يبقى دي قضيه شرطيه او لزوميه. طب ايه هي الرمز بتاعها؟ قال لك الرمز بتاعها قاف شعاع لام. تاني الرمز بتاعها قاف شعاع لام، قاف شعاع لام. طيب بعد كده قضية اسمها قضية التشارط أو التكافؤ. ساعات بنسميها، اكتب عندك، تشارطية، وساعات بنسميها تكافؤية. المنهج ده منهج ثالثة ثانوي حبيب قلبي، بس هو نزله لك هنا في منهج أولى ثانوي. طيب التشارط أو التكافؤ أو تشارطية أو تكافؤية يعني ايه؟ قال لك الأداة بتاعتها إذا وفقط إذا. اكتب الكلام ده عندك أهو، إذا وفقط إذا. ستتقدم مصر إذا وفقط إذا حققت التنمية الشاملة. طب إيه الفرق ما بين إذا وفقط إذا؟ موضوع كبير كده مش هدخلك فيه. ستنجح العملية إذا وفقط إذا كان الطبيب شديد الحرص. ستزداد حجم قطعة الحديد إذا وفقط إذا ارتفعت درجة الحرارة.
طب ايه هي الرمز بتاع القضيه التشارطيه او التكافؤيه؟ قاف شعاع من ناحيتين لام. يبقى احنا عندنا عايزه اقول لك الحته دي مهمه. انا قلت لك ان الموجبه والسالبه قضايا بسيطه، العطفيه والانفصاليه والشرطيه والتشارطيه قضايا مركبه. اكتب عندك كده كل دول قضايا مركبه. حلو قوي الكلام اللي احنا بنقوله ده. يبقى قضيه بسيطه قاف، موجبه قاف، قضيه سالبه نون قاف، قضيه عطفيه قاف شرطه لام قاف نقطه لام، قضيه انفصاليه قاف دي لام، قضيه شرطيه قاف شعاع لام، قضيه تشارطيه قاف شعاع من ناحيتين لام. البسيطه الموجبه والسالبه والباقي مركب. لازم تبقى حافظ الادوات اللي انا كتبتها لك هنا عشان بتجيلك في الامتحان. طيب دوت اللي هو ده المنطق الرمزي او اللي هي زي ما بنقول استخدام الرموز. طب بعد كده الفلسفة، تعالى نشوف جايب لحضرتك ايه. يبقى احنا شرحنا مش بس حلينا الجهد العقلي الذي يرغب في المعرفة والتفكير العميق والتزود بوجهات نظر فيما يتعلق بمشكلات الحياة بصفة عامة. ده كله مش منطقي. احنا شغالين على التفكير النقدي. فكروا بأنفسكم، ابحثوا عن الحقيقة، اعتمدوا على أنفسكم، عقب برأيك في حدود سطرين في دراستك لمعوقات التفلسف. طيب هكتب له ايه يا دكتور؟ تعالى كده حبيبي اكتب له: على الفرد أن يعتمد على ذاته في التفكير ويسعى للوصول للمعرفة، جمع المعلومات، تحليلها، تمحيصها. كلمة تمحيصها دي يعني ان انا بفحصها، وذلك من خلال الاستقلال الفكري الذي يدل على شخصيته المميزة. تعالوا نشوف الأداءات المنزلية. منطق، وحدة كهربائية مترابطة الأجزاء تؤدي وظيفة متكاملة من خلال عدد محدد من الأوامر تسمى مدخلات ومخرجات. واحد يعبر عن القيام بمهمة مطلوبة. دوت اللي هو البوابات المنطقية. ده مش نظام العد الثنائي ال1 وال0 ولا نظام القيم المتعددة ولا المنطق الثنائي، لأن المنطق الثنائي هو ولا العد الثنائي، ده البوابات المنطقية. لو انت مش فاهم الكلام دوت هتلاقيه في المراجعة بتاعة أفلاطون 200 على مناهج ب200 جنيه، شرح كل المنهج وحل أسئلة على كل الكلام ده. إذا اجتهد الطالب، بصي بقى بيجي لك كده في الامتحان اللي احنا لسه شارحينه، إذا اجتهد الطالب نجح في الامتحان. إذا أهي أنا بدور أهو، إذا اكشف نوع القضية السابقة. دكتور زينب قالت إذا دي قضية شرطية أو لزومية. أهي شرطية، هكتب له كده شرطية أو لزومية. قال لي حولها اللغة رمزية، يبقى أنا لازم أبقى حافظ الرموز اللي أنا قلتها لك. الرمزية قاف شعاع لام، يبقى أنا لازم أكون حافظ الجدول اللي أنا قلته لحضرتك. تمام كده؟ بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب. لو في اي حاجه اكتب لنا في الكومنت اي سؤال عند حضرتك. لو في اي حاجه احنا معاك. ما تنساش المراجعه بتاعه شهر ابريل منزلها لك. ما تنساش ان انت تشارك وتعمل لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. السلام عليكم.